أهل جوزي كانوا فاكريني جرسونة فقيرة وبيعملوني على الأساس ده، وما كانوش يعرفوا إني الملكة الحقيقية للمكان اللي عملوا فيه فرح ابنهم. أنا اسمي مريم، عندي 28 سنة، لبسي بسيط، جينز وتيشيرت، ما بحبش الماركات ولا الدهب التقيل. اتجوزت آدم، راجل محترم، بس عيلته شايفين إن أي حد مش لابس براند يبقى على قده. أول مرة قابلت مامته وأخته سألوني ببرود: بتشتغلي إيه؟ قلت لهم: في مجال المخابز والحلويات. أخته ضحكت: يعني بتبيعي عيش. كيوت. سكت، ما صححتش، سبتهم يفكروا إني فقيرة. طول الخطوبة كانوا يعايروني، في العزومات يقولولي: ما تشيليش هم الحساب، إحنا عارفين إن مرتبك يدوب، ويتكلموا عن سفرهم وفلسهم قصدي. جينا نجهز الفرح، حماتي قالت لي بصراحة: سيبي الكبار يختاروا، ذوقك شعبي، واختارت مكان اسمه دار القمح الذهبي. ابتسمت وقلت: مكان تحفة بس غالي قوي. يوم الاجتماع دخلوا رافعين مناخيرهم، الموظفين مرعوبين، وفجأة المدير خرج، عدى من جنبهم ووقف قدامي وقال: أهلا يا أستاذة مريم، ملكة المكان بنفسها. وشهم اتجمد. قال: نثبت خصم المالك ولا نخليها هدية؟ بصيت لحماتي وقلت بهدوء: اشتريت السلسلة دي وأنا عندي 24 سنة، بس زي ما قلتوا أنا بياعة عيش. آدم ضحك وقال لهم: دخلها السنوي ضعف دخل العيلة كلها. الفرح كان أسطوري، وهم سكتوا طول الليل. الخلاصة: اللي يحتقرك عشان شكلك ما يستهلكش حتى بعد ما يعرف قيمتك.